ما فضل الصيام في عشر ذي الحجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري في صحيحه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل، وأطلق عليه الصلاة والسلام، فيشمل ذلك كل عمل صالح، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، أخرجه أحمد بسند صحيح. فأجر الصيام عظيم ويتضاعف إذا كان في عشر ذي الحجة، ولهذا نقول إن الصيام في التسعة الأيام الأولى من ذي الحجة عمل صالح عظيم وأجره جزيل.